ايصال الامانه لابد له شروط، 7 شروط هقول لك عليهم عشان ايصال الامانه ما يضيعش عليك، او حقك اللي في ايصال الامانه يضيع عليك بطريقه او باخر. تعال بقول لك على 7 حاجات لابد تبقى واخد بالك منهم وانت بتكتب ايصال الامانه. حاجه هتكلم معاك فيها النهارده في ايصال الامانه، اوعى تكتب في ايصال الامانه من اي مكان فيه تاريخ. اوعى تحط تاريخ في ايصال الامانه، لا يؤرخ. ايصال الامانه لا يؤرخ، ما يبقاش فيه تواريخ. ما اتكتبش ان انا في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه خدت من فلان فلان، ما ينفعش ايصال الامانه يبقى فيه اي تواريخ. دي رقم 1 لابد تاخد بالك منها وانت بتكتب ايصال الامانه. الحاجه الثانيه اللي لابد تبقى واخد بالك منها وانت بتكتب ايصال الامانه، ان ايصال الامانه لابد يكون ما بين 3 اطراف. طرف اول استلمت انا، ده اللي هيبقى متهم لو انت اشتكيت. استلمت انا من فلان اللي هو من حضرتك اللي انت هتشتكي لتوصيله الى فلان. يبقى ايصال الامانه لابد ان يشمل 3 اطراف: الراجل اللي هو خد المال، والراجل اللي هو اداله، والراجل الثالث اللي هو هيروح له المال. لابد يكونوا 3 اطراف معلومين، عالم حقيقي.